السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ منورين مطبخ نور. النهارده هنعمل اكله من ألذ الاكلات اللي هنعملها سوا مع بعضينا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل فراخ محمره، وهنعمل لوبيا ام عين سودا ورز وملوخيه وبتنجان. هنمسك الفراخ، هكون منقعاها بمحلول النقع، جنزبيل وليمون وسكر وملح وميه، وهنقعهم لمده ساعتين. وبعد كده همسك البصل، بصلتين هقوم مقطعهم حتت صغيره، وهمسك الفراخ بملح وفلفل اسود والسبع بهارات رشه صغيره، وهتبل الفراخ من بره ومن جوه الجلد كده. وبعد كده هقوم ماسكاها سايباها لمده ساعتين، وهقوم سلقه اللوبيا، وهنا هكون نقع الفراخ لمدة ساعتين خلاص. وهمسك بقى المقادير هنعملها مع بعضنا. حل على النار وسبتها تغلي، هحط فيها طماطم قرباع، وهحط الاعشاب اللي هو روزماري وزعتر وحبهان وجوز الطيب وفصين توم، واسيب الميه تغلي، واقوم ساقطه الفراخ زي ما انتم شايفين. اول ما تغلي وتستوي هقوم عامله اللوبيا، سلقه اللوبيا. واول ما اسلق اللوبيا الميه تغلي كده زي ما انتم شايفين خلاص غليت، هقوم حاطه حل على النار فيها سمنه على زيت، وهقوم ماسكه بصلايه مقطعاها حتت صغيره، مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، واقليها لحد ما تصفر. وبعد ما تصفر هقوم حاطه الصلصه. اول ما تتقلب الصلصه كده هقوم حاطه فيها الشوربه، وبعد كده هقوم حاطه ملح وفلفل اسود وكزبره و2 مرقه دجاج، وهقوم اول ما تغلي هقوم ساقطه اللوبيا، وهمسك الرز دلوقتي هحط سمنه على زيت، وهقوم مشوحاه لحد ما يصفر اللون اللي انتوا هتشوفوه ده، يبقى درجه الرزيه تبقى دهب. وبعد كده هقوم حاطه، انا عامله كيلو رز، 4 كوبايات رز على 4 كوبايات شوربه او ميه اللي انت. واول ما حطيت الشوربه والشربت زي ما انتوا شايفين، وطيت النار على نار هاديه، وهقوم حاطه الشوربه بقى، واحط عليها شوربه الملوخيه، هقوم عاملاها، هحط فيها مكعبين مرق دجاج ورشه سكر. واول ما الشوربه تغلي كده هقوم ساقطه الملوخيه واقلبها. وبعد كده هعمل هنا الطشه فيها طشه الملوخيه، هحط بقى الثوم ويصفر الثوم كده، واقوم حاطه الكزبره لحد ما تدي اللون الذهبي، درجه الذهب اللي احنا عارفينها لطشه الملوخيه. وهقوم عامله الملوخيه واقوم مطشاها، وهقوم ركناها على جنب. هعمل بقى دقه البتنجان المخلل، اللي هو معلقه هريسه شطه على معلقه ثوم، وهحط كزبره ناشفه وكمون وليمون وخل وملح، وهقلبهم كلهم في قلب بعضيهم كده. وهكون بقلي البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، واول ما يتقلي هقوم حطاه واقوم متبلاها زي ما انتوا شايفين. همسك الفراخ خلاص سلقتها، اقوم محمراها زي ما انتوا شايفين كده. انتوا شايفينها كده هي محروقه ولا حاجه؟ لا، هي مش محروقه، عشان خاطر البصل والفلفل الاسود فيها، فبتدي اللون اللي عامل زي الكرمره بس. وبعد كده هقوم وانا جايه اقدم البتنجان هقوم حاطه عليه الليمون. اول ما البتنجان يبقى في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، هقوم عصره عليه الليمونه كامله حوالين كله. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي متابعاني من انهي بلد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.